من قلب ميلانو هنقابل رجال أعمال مصريين ونبين دايما النماذج المصرية المشرفة في إيطاليا. حضرتك عرفني على نفسك وبقالك كام سنة في إيطاليا وشغال في مجال إيه؟ السيد صابر من المنصورة، هنا من 28 سنة شغالين في الكوبرتورة، بنعمل كوبرتورة اندستريال يعني إيه كبرتورة؟ اللي هو الكبانونات والمصانع اللي زي ده كده. مبنى يعني المباني الجديدة، المباني الحديثة. معاك تقريبا كام عامل شغالين معاك؟ لا احنا كان بيشتغل معانا كتير، بس دلوقتي مجموعات قليلة، بس في معانا ناس كتير يعني. إيه رأي حضرتك في اللي بيحصل النهارده في السوشيال ميديا من خلال بعض الشباب ونظرة الإيطاليين؟ هل اختلفت عن زمان ودلوقتي للجالية المصرية أو المصريين؟ اختلفت طبعا. زمان كان الايطاليين، لما كان الايطاليين المصريين واخدين شهرة ان هم ناس بتوع شغل، والايطاليين كانوا بيحبوا المصريين علشان دي ناس بتشتغل وناس محترمة وناس ملتزمة. دلوقتي الصورة اتهزت شوية بصراحة بسبب الشباب اللي جايين هنا جايين يلعبوا، والصورة اتهزت طبعا. برضه مش عاوزين نقدم رسائل سلبية، عاوز رسالة من حضرتك للشباب كقصة كفاح رجل أعمال مصري حضرتك هنا في إيطاليا. ممكن تقولي النقط اللي نجحت من خلالها وصلتك النهاردة إنك تكون صاحب شغل ورجل أعمال مصري ناجح في إيطاليا؟ والله أي حد عاوز ينجح لازم يقدم أكتر من أي حد. عشان تنجح في أي مجال لازم تقدم أكتر شوية، يعني أنت تقدم أكتر وتيجي على نفسك شوية وتشتغل على نفسك وتتعب أكتر علشان ربنا سبحانه وتعالى يكافئك وتبقى حاجة كويسة. وكل الناس اللي نجحت هنا كلهم دون استثناء بينجحوا بالطريقة دي. هنا الحمد لله لكل مجتهد النصيب. كل ما تشتغل وكل ما ربنا يكرمك وتلتزم وتبقى كويس وتشتغل على نفسك وتضغط على نفسك وتيجي على نفسك في سبيل ان انت يبقى مستواك اعلى، ربنا سبحانه وتعالى بيكافئك سبحانه وتعالى. وطبعا رسالتنا ما فيهاش اي تعميم، في بعض الشباب برضه جم كويسين وناجحين واكيد شغالين مع حضرتك يعني. طبعا اكيد طبعا في ناس محترمه كتير جدا. ده هو بس بعض الشباب الصغيرين اللي جايين فاهمين الحياه غلط، جايين النهارده بيشوف واحد بقاله 30 سنه راكب عربيه غاليه، معاه فلوس، عنده شركات، عنده بيوت، عنده بتاع، بيفكر ان الموضوع ده سهل. الموضوع ده ما جاش الا بالتعب وبالاصرار، جاي كده يعني. شكرا جدا لحضرتك وربنا يوفقك ان شاء الله. طيبين ونورت يا حليم. الله يخليك. كل سنه وانت طيب. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم.